نظمت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى المحطة الفيدرالية الرابعة للعدو الريفي بمدينة المحمدية بمشاركة وازنة لمختلف الأندية الوطنية ومن كل جهات المملكة. على مستوى السيدات توجت العداء السكينة التنان بسباق 10,000 كبيرات بتوقيت قدره 31 دقيقة و12 ثانية. ديالي سكينة أتنان من نادي منصب من ألعاب قوى. الحمد لله اليوم حصلت على المرتبة الأولى في السباق الفيدرالي الرابع اللي كان بمدينة المحمدية. الحمد لله هذا الفوز كنبغي نهدي هذا الفوز للفريق ديالي نادي منصب من ألعاب قوى، الا في الاستعدادات ديالي ان شاء الله للسباقات القادمة، وان شاء الله كنوجدوا ان شاء الله البطولة العربية اللي تكون هذا العام في الأردن وكذلك بطولة العالم. على مستوى الكبار وفي نفس المسافة فاز العداء هشام كنكان بالسباق مسجلا توقيتا بلغ 26 دقيقة و13 ثانية، تاركا المركز الثاني لزميله حسن طوريس. ديال اليوم اللي العداء ديالي هشام كنكان اللي استطاع انه يفوز. غادي نقولوا بانه بصعوبه، ما نقولوش بسهوله، لان صراحه لعب مع اجود العدائين على الصعيد الوطني تبارك الله اللي كلهم في مستوى كبير، وحنا صراحه هذه ما داخله ضمن الاستعدادات ديالنا اكثر، يعني العاب اولمبيه صراحه ماشي حتى بطوله العالم ديال الالعاب قويه مع لي زاتليت المغاربه. الحمد لله يعني بفضل يعني التداريب يعني استطعت نفرض الايقاع ديالي، هذا فقط في اطار التحضيرات ان شاء الله لبطوله العالم، وان شاء الله مازال القادم افضل ان شاء الله سي ابراهيم. هذه المحطة الفيدرالية عرفت تنافسا شرسا بين كل العدائين وفي كل الفئات. هي محطة انتقائية للعدائين الذين سيمثلون المغرب في البطولات الدولية والعالمية. مدرب المنتخب الوطني على ألعاب القوى. حضرنا اليوم لهذه المحطة الرابعة ديال العدو الريفي باش نشوفوا يعني العناصر اللي تقدر تمثل المنتخب الوطني في البطولة العربية والاستعدادات ديال العناصر الوطنيه واللي غادي تقدر اللي تشارك في بطوله العالم للعدو الريفي. كانت مشاركه متميزه واللي كان حضور قوي لمجموعه من العدائين والعدائين، يفوق 100 نادي وجمعيه اللي مشاركه. سيدي سفروا فهي مرحبا بالجميع. البرنامج السنوي المسطر من طرف جامعة القوى المغربية سيتواصل، والمحطة الخامسة بمدينة صفرو يوم الأحد المقبل. التنافس مستمر والإثارة والتشويق في سباقات العدو الريفي بالمغرب. إبراهيم بوتوميت، المحمدية.